الفيلم بيبدأ مع سيري، البنت اللي حياتها كلها مليانة نكد وحظها ماشي معاها خلف خلاف من وهي عندها 5 سنين، السن اللي المفروض العيال فيه يلعبوا ويضحكوا. بس هي حست إن الدنيا أخيراً بتضحك لها لما اعترفت لابن عمها بمشاعرها، والحمد لله الاعتراف كان متبادل. بس طبعاً علشان كانوا صغيرين الموضوع اتأجل شوية، وأول ما كملت 11 سنة رجعت تعترف تاني وبعتت له ورقة فيها جواب. سبحان الله، في نفس اللحظة يبعت لها الرد، ما هو لسه متمسك بيها أصلاً. وسيري قلبها انفجر من الفرحة والدنيا أخيراً شكلها هتمشي معاها. لكن فجأة الخبر نزل عليها تقيل، ابن عمها هيسافر سول مع أهله، وده كسر قلبها. وبكده قصة حبها خلصت قبل حتى ما تبدأ. ومن هنا بقى بدأت معاناتها الحقيقية. شعرها الكيرلي طفح وسبب لها عقدة ملهاش آخر، خصوصاً إن أختها التوأم شعرها ناعم ونايح ووسيمة ومتألقة على طول. والمقارنات بقى ما بتخلصش، وسيري حاسة إنها دايماً أقل مهما حاولت ومهما عملت. الدنيا مش سايبالها فرصة، ومع كل خطوة قلبها بيتكسر شوية من الإحباط، لكن في نفس الوقت في بريق صغير من الأمل جواها. يمكن يوم من الأيام الحب يضحك لها. وأول ما خرجت من البيت لقت الثلاثي المرح صحابها لينا وجينا وسبوق مستنيينها علشان يروحوا المدرسة سوا. فقالت لهم معلش اتأخرت، كنت بتخانق مع أختي كالعادة. فسألوها هو انتوا بجد إخوات؟ أصل احنا سمعنا إنها طلعت الأولى على المدرسة تاني. ردت عليهم ما بلاش أفورة بقى، مشاعر يا جماعة. وأول ما وصلوا المدرسة شافوا كيم جاي من بعيد، والبنات كلها مرصوصة حواليه مبهورة بجماله، ولا كأنه أحمد عز في شبابه. والانبهار زاد لما قرر يتواضع ويسلم على سيري من بعيد. ففضلت هي وصحابها في حالة صدمة وفرحة مختلطة، وحسوا إنهم أخيراً اترفعوا طبقة في المجتمع. سيري بدأت تحكي لهم اللي حصل. لما طلعت من المية فضل ياخد ويدي معاها شوية، وقلبها كان بيدق بسرعة، وعيونها بتلمع من الخوف والحب والفضول كلهم في وقت واحد. بعدها جريت على قائمة الأسماء بتاعت قاعة الدراسة، واتصدمت لما لقت اسم كيم موجود، وقالت لنفسها ده هيطير مني قبل ما اعترف له. حتى القاعة فيها 100 طالب من الأوائل، ومعروف إن أي اعتراف حب فيها بينجح بنسبة 100%. ودخل قلبها يرتجف من التوتر والخوف مع الأمل. دخلت الفصل وحطت إيدها على خدها شايلة هم الدنيا كله. وفجأة المدرس دخل وقال لهم عندي خبر وحش، الرحلة اتلغت السنة اللي فاتت بسبب الإعصار، والمدرسة قررت تطلعكم السنة دي. وسيري حست بضغط جديد على قلبها، لازم تعترف. راحت على الكانتين وطلبت من طنط إزالة مشروب طاقة مشبرة، وكتبت عليها اسمها وحطتها في التلاجة. أول ما كيم يجي تطلعها له على طول، لكن طنط قالت لها 5 قبلك عملوا نفس الحركة. سيري اتنهدت وحست إنها لازم تفكر بطريقة جديدة ومختلفة. وفي اللحظة دي كو صاحبتها الكيرلي قالت لها أنا لاحظت إنك مسرحة شعرك، النهاردة ناوية تعترفي تاني ولا إيه؟ سيري لبست المايو ونزلت البحر، أملها تلاقي كيم هناك، لكن لما اتأخرت نزلت هي في المية. وفي الوقت ده لقت شاب وسيم واقف بيتفرج عليها. قلبها بدأ يدق بسرعة، والبحر والنسيم حواليها، والدنيا كلها فجأة واقفة علشان تسمع حكاية حبها اللي ممكن تبدأ دلوقتي. وهي بتعوم، ومن كتر ما شكلها بيكون مبسوط وهي في المية فالحماس بياخده هو كمان وبينط وراها. بس تقريبا بيكون ناسي معلومة صغيرة قوي إنه مش بيعرف يعوم أصلا. فبتروح تنقذه بسرعة وبتحاول تفوق فيه على قد ما تقدر، ويعيني من الصدمة بتضربه بالقلم أول ما بيفتح عينيه وبتقوله طالما مالكش في العوم فابعد عن البحر، أديك بوظت عليا اللحظات التأمل أهو. وتاني يوم بيكون زميلهم في مكتب المدرسين وبيسمع إن في طالب جديد لسه منقول المدرسة لكن أكبر منهم بسنة، فبياخد بعضه وبيجري على الفصل عشان ينقل الأخبار. وأول ما الطالب الجديد بيدخل بنكتشف إن ده نفس الشاب اللي كان بيطلع في الروح امبارح، ومنتهى الاختصار بيقول لهم أنا يون، وبيدخل يقعد مكانه. وقتها سيري بتاخد بالها إن رجليه متجبسة، وبتروح تقول له هي الإصابة دي بسبب امبارح يا أستاذ يون، وأستاذ دي بمناسبة إنه أكبر منها بسنة يعني. ولما بتلاقي كل ردوده إنه بيحرك راسه بتسيبه وترجع تقعد مع أصحابها تاني، أحسن لا قدر الله يعني تكون بتزعجه في حاجة. وفي آخر اليوم بتلاقيه ماشي متسوح لأنه ماسك الشمسية والعكاز والشنطة ال3 بإيد واحدة. فبتجري عليه وبتقوله على فكرة أنت ممكن تطلب مساعدة
عادي، مش لازم تعمل نفس الكاريزما. وساعتها المعلم بياخد باله وبيقول لها انت شطورة وكل حاجة يعني، بس فين بقى الشارة اللي مكتوب عليها اسمك؟ يا ريت تجيلي الصبح وانت لابساها بدل ما زعلك انت وشعرك اللي مش عارفة تسيطري عليه ده. واليوم التاني بيبقى كلهم في الكافيتيريا، لكن سيري بيكون شايلة هم يون وبتقول لنفسها هو أنا ليه بتعامل معاه على إنه ابن أخويا؟ وبتروح تجيب له الأكل لحد عنده. وقتها بتلاقي واحدة من صحابها بتتعامل معاه برسمية زيادة عن اللزوم، فبتسألها هو أنت مكبرة الموضوع ليه؟ ده فرق سنة يعني مش أكتر. فبترد عليها ما أنت بقالك أسبوع بتقولي له يا أستاذ يون ومحدش فينا فتح بق. أما هو بقى فبيكون حاسس إنه محشور في النص ما بينهم، فيقول لها أنت ممكن تنادي عليا بأي حاجة عادي. فتقول له عندك حق، وبعدين هو أنا مش أنا اللي أنقذتك من الضيعة؟ يعني المفروض أنت اللي تعاملني باحترام. وبعدها بقى يجيبوا آيس كريم ويروحوا يقعدوا في الجنينة سوا، فيسألوه هو أنت بجد ناوي تفكس الامتحانات لدخول الجامعة؟ فيتضايق جدا إن معلومة زي كده لحقت تتسرب، وفي الوقت ده سو تبقى عاملة لها شارة لاسمها شبه الإضاءة بالظبط. فالحماس ياخدها وتقول لهم تفتكروا ممكن يكون عندي معجب والهان وهو اللي سرقها؟ وساعتها يوني بيجي بره وبيستغنى عن الفكرة نهائي أول ما بيسمع البقين دول، وبيحس اللي هو لا أنا مش قد الدراما دي كلها الصراحة. وفي نص مسيرها عمالة ترسم أحلام وطموحات، بتلاقي الكورة ضربت في وشها زي ما تكون إشارة من عند ربنا، وبتبقى لسه هتتعصب، لكن بتلاقي كيم جاي جري وبيعرفها أنا آسف والله ما كانش قصدي نهائي. فوشها بيقلب قلب وعينيها بتطلع فراشات وصوتها بيتحول شتوي، وبتقوله لا لا ولا يهمك حصل خير. وأول ما بيمشي من هنا بتسأل صحابها هو أكيد متعمد صح عشان يجي يفتح معايا كلام. وطبعا في لحظة التطبيل بيبدأ واللي هو أيوة يا بنتي ده شكله واقع على الآخر، لكن للأسف يون بيهدم أحلامها، فبيقول لها أنا حاسس إنه مش قصده على فكرة. فبتبصله بقرف كده وبتاخد بعضها وبتمشي. بعدها بتبقى قاعدة في الفصل وبتلاقي أصحابها التلاتة جايين جري وبيقولوا لها انت عارفة إن كو شريكة الكيرلي شعرها بقى سايح على وشها؟ فبتروح بنفسها عشان تتأكد من المعلومة دي، وطبعا بتنبهر من النتيجة النهائية وبتاخدها على جنب وبتسألها عملتيها ازاي دي ها؟ فبتعرفها إن في صالون فاتح جديد بيعمل فرد فاخر من الآخر. فبتسألها ده عامل كام ده بقى إن شاء الله؟ وبتاخد بعضها وبتطلع على الصالون عشان تتأكد من المعلومة دي. وأول ما بتشوف صاحبة المكان بتسألها هو حوار الفرد ده حقيقي؟ أصل جربت أكتر من نوع وما كملش يوم حتى في شعري. فبتعرفها إن شعرك أصعب حبتين يا حبيبتي، ده مش كيرلي بس، المواد اللي احنا بنستخدمها فتاكة. وقتها بترجع على البيت وبتطلع كل اللي تحت البلاطة عشان تشوف معاها كام بالظبط، بس للأسف ثروتها ما بتكملش نص المبلغ حتى. فبترجع للصالون وبتفضل واقفة تبص عليه من بعيد ودموعها على خدها. وفجأة بتلاقي يون قدامها وتكتشف إن أمه تبقى صاحبة المكان. تقرر بقى إنها تعمل خطة على الضيق كده وبتستناه وهو رايح من المدرسة، وفجأة بتطلع قدامه واللي هو إيه ده؟ إيه الصدف الغريبة دي؟ أنت إيه اللي جابك هنا صحيح؟ فبيعرفها ده المكان ده بتاع الست الوالدة. فبتقول له يا سلام، طب يلا بينا ندخل مسلم عليها حالا. وبتدخل كده بكل عشم وبتقول لها أنا صاحبة يون، أنت تعرفي إني أنا اللي أنقذت حياته من كام يوم؟ بيتوتر جدا وبيعرف أمه أنا اتكعبلت وقعت بالغلط. وقتها أمه بتفهم اللي فيها وبتعمل معاها ديل إنك تفضلي معاه وتساعديه لغاية ما يفك الجبس اللي في رجله، وفي المقابل هعمل لك بقى شعرك ببلاش. ومن بعدها المعاملة بتتحول 5 نجوم، وبتصحى من وش الصبح عشان تروح تجيبه من البيت وتوصله لغاية المدرسة، وفي آخر اليوم تاخده من المدرسة لغاية البيت. ما هو مفيش حاجة ببلاش بقى، ده غير إنها بتمشي توزع إعلانات للمكان عشان تجيب لهم زباين أكتر. فيون بيعرفها إنك مش محتاجة تعملي ده كله على فكرة. وفجأة بيلاقيها رايحة تستخبى وراه لأن كيم من أصحابه بيكونوا معديين، وبتقول له أصل أنا مش عايزاه يشوفني في الحالة دي، ده أنا شعري متبهدل وعاملة زي سوك العبيطة. فبيقول لها أنت شكلك حلو على فكرة. وفي اللحظة دي بيلاقوا الجو بيمطر عليهم، فبتعدي بسرعة وبينطوا على المستودع بتاع أبوها، وبتقول له ده بقى المكان السري بتاعي أنا والحاج. وعلى طول بنيجي هنا لما نحب نفصل شوية من دوشة البيت. وقتها بيلاقي مكان مليان روايات كرتون، فبيقول لها انت عارفة ان عمري ما قريتهم قبل كده؟ فبتحس ان هي حرام، ده انت طفولتك كانت شقة، بس انا هوجب معاك وهعرفك الرقم السري بتاع القفل، بس اوعى تقول لحد لان ده سر
خطير. وتاني يوم بتجمع الشلة في البريك وبتقول لهم أنا أسفة على الإزعاج، بس انتوا لازم تشاركوني في اللحظات المهمة، وبتوزع عليهم ورق ملون عشان يلفوه على شكل نجوم وبعد كده تحطه في برطمان. فيون بيسحب نفسه من المكان وبيقول لهم والله أنا ماليش في التفاهات دي، لكن سيري بتقلبها دراما وجو بقى، شكرا على المساعدة، يعني هي دي كلمة كتر خيرك، ده أنا شوية وهيفتكروني إن بتاعتك. فبيضطر يقعد زي الشاطر يتعلم عشان ما يتقالش عليه الجاحد. وفجأة بنلاقي الحماس بياخده لدرجة إنه بيقعد طول الحصة يعمل لها في نجوم. وتاني يوم سيري بتروح لواحد من دحيحة الدفعة وبتقوله معلش بقى، ينفع تديني مكانك في قاعة المذاكرة لمدة يوم واحد؟ فبيرفض رفض تام وبيقول لها بصراحة بقى كده أنا حاسس إني مفروض أواجهك بالحقيقة، هو أنت فاكرة إن واحد زي كيم ممكن يبصلك أو حتى يفكر فيكي؟ يا بنت ده أنت دون المستوى بالنسبة له. فبتاخد الكلمتين على قلبها قوي وبتفضل قلبها وش طول الطريق لحد ما بتوصل يون للبيت. وقبل ما يسألها أنت كويسة حتى، بيلاقيها بقى فتحت في العياط وبترميله برطمان النجوم وبتمسي. وفي آخر اليوم لما بتروح المستودع بتلاقيه هناك، فبتدخل تقعد بكل هدوء وبتطلع ورق الامتحانات وبتفضل تدعي من المرة دي تعدي على خير. فبيقول لها ما انت خلاص سلمتي الورق واللي حصل حصل. ولما بيلاقيها بصت له كده بجنب عينها بيعرفها أنا هعمل لك مفاجأة. وبيقوم يطلع برطمان النجوم فبتلاقيه مليان على آخره، وبتسأله هو أنت بجد عملت كل ده لوحدك؟ وبتروح تطلع أكبر كشكول بتحبه وبتعرفه بما إنك طلعت إنسان قوي كده فأنا كمان هديلك هدية. وبعدها لما بتروح تجيبه عشان توصله المدرسة بتلاقيه أخيراً فك الجبس. ده غير بقى إن أمه بتقول لها أنت قمتي بالواجب والزيادة، وعشان كده يلا بينا نبدأ جلسة الفرد. فبتسألها وانت بتتكلمي بجد؟ وبتاخدها بالحضن. أول تعرفها لا خلينا يوم تاني لما أكون مستعدة. وأول ما بتوصل المدرسة بتكتشف إن يون طالع الأول على الدفعة، فبتبقى طايرة من الفرحة عشانه. لكن يا عيني فرحتها ما بتكملش لأنها بتكتشف إن كيم ما بقاش ليه مكان في القاعة. ولما بترجع البيت وبتكون قاعدة بتساعد أمها في المطعم بتاعهم، فبتسمع واحدة من الجيران وهي عمالة تنم إن أم يون هربانة من جوزها لأنه بيعملها وحش جدا وبيضرب ابنها، وعشان كده الولد مؤجل سنة. وتاني يوم سيري بتتفتح نفسها بقى على الحياة وبتقول لهم طالما موضوع القاعة مش نافع فأنا هعترف له في الرحلة المدرسية، وأعتقد بقى ده مفيش رومانسية أكتر من كده. بعدها بيكون عندهم حصة ألعاب، فبتاخد بالها إن شريكتها الكيرلي بتحاول إنها تتلزق في كيم وبتقوله هو إحنا ينفع نتدرب سوا؟ فبتفضل تصغر لهم كده من بعيد، ومن كتر ما هي مش مركزة بتاخد كورة في نص وشها وبترجع البيت وهي عينها ورمة. لكن بعدها بتلاقي كيم بعت لها رسالة صوتية عشان يطمن عليها. أما بقى يون فبيكون بيحلم بالكابوس العادي بتاعه وإنه بيغرق في البحر، بس المرة دي بيكون الموضوع مختلف لأنه بيلاقي سيري ظهرت فجأة وبتشده من إيده. فبيصحى من النوم وهو متأكد إن عنده مشاعر ناحيتها. وقبل الرحلة بيوم سيري بتروح الصالون وبتقول لها أنا جاهزة عشان أعمل شعري، لكن أم يون بيكون معاها عميل، فبتقول لابنها معلش بقى ممكن تغسل شعر سيري لغاية ما أخلص؟ هو بيكون محرج وعلى آخره، بس الحوار أصلاً كله ما بيبقاش على هواه لأنه شايف إنها مش محتاجة تعمل حاجة في شعرها، هو حلو كده. وأول ما أمه بتبدأ معاها بتلاقي شعرها لزق، فبتسأله هو أنت حاطط لها كريم إيه؟ ما أنت مش عارف إن ده ما ينفعش قبل الفرد؟ قوم يا بنتي لما أغسلك من تاني. فبيحس إن شكله مش أحسن حاجة وبياخد بعضه وبيمشي. ولما بيجي يوم الرحلة بنلاقي سيري وهي ماشية بالتصويل البطيء وشعرها عمال يهفهف حوالين وشها، وطبعا بيقعدوا اليوم كله تصوير وتنطيط لغاية ما بيوصلوا للحظة المنتظرة وبيشوفوا مكان هادي عشان يعلقوا فيه زينة ويخلوا الأجواء شعرية. وبعدها واحد منهم بيروح ينادي كيم ويشاور له على الطريق بالظبط. فطبعا يون مش بيستحمل الأجواء دي، انت حتى ما كانتش على أيامهم في التسعينات يعني، وبيمشي ويسيبهم. وأول ما سيري بتلاقي كيم قدامها بتحس إن الكلام كله اتمسح من دماغها وبتقول أنا كنت حاسة إني معجبة بيك جدا لدرجة إني رحت فردت شعري، بس لما اللحظة دي جت حسيت إني بفكر في واحد تاني خالص لأني وأنا معاه مش بحتاج أغير أي حاجة في شكلي. فبيرد عليها
من الواضح كده إنك بتحبيه هو، فانتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني يعني ولا إيه؟ ولما بيكونوا راجعين في الباص، سيري بتاخد بالها إن يون متجنب التعامل معاها خالص، وبتقول لنفسها حتى ما سألنيش انتي عملتي إيه. وبعدها بتروح المستودع عشان تذاكر، فبتلاقيه داخل عليها، فبتحاول بقى تعمل نفسها الكاريزما وبتقوله أنا مش هقدر أقعد معاك عشان الامتحانات على الأبواب. وبعد سنتين بالظبط بتقوله هو أنت مش حاسس إنك عايز تسألني على حاجة؟ وبتستنى سنتين كمان عشان كرامتها برضو، وبتقوله على فكرة بقى أنا ما اعترفتش بمشاعري لكيم، أصل حسيت إني محتاجة أركز مع مذاكرتي أكتر. وفجأة بنلاقي الابتسامة على وشه من هنا لغاية هنا، وعمال يفتح في كلام. وفي الوقت ده سيري بتلاقي يون في المدرسة وهو واقف عمال يهزر ويضحك مع شركتها الكيرلي، فبالتالي قالب وشها بقى وبتروح. وفي آخر اليوم بتلاقيه مستنيها قدام البيت وجايب لها حلويات نص طولها تقريبا، فبتقوله شكرا. فبيفضل يضحك على كلامها وبيقول لها ركزي في الامتحان بتاع بكرة أحسن. وهي رايحة الامتحان بتلاقيه واقف قدام المدرسة ولابس هدوم دبدوب وجايب لها هدية عشان يشجعها. وبعد ما تخلص وبتكون مروحة مع صحابها، بيفضلوا يتفقوا إنهم يروحوا يتغدوا سوا بما إن ده آخر يوم في مدرسة. فبتقول لهم أنا مضطرة أستأذن لأني محتاجة أساعد أمي في المطعم. وأول ما بتمشي من هنا بتلاقي يون هو كمان ظهر له حاجات فجأة وبيروح وراها. وفجأة الخطة بتتبدل وبيقعدوا مع بعضهم ويطلعوا على البحر. وساعتها بتسأله هو أنت ليه نطيت في البحر أول مرة شفتك فيها؟ فبيرد عليها بصراحة كده كنت بمر بوعكة نفسية، ولما شفتك بتعومي وانتي مبسوطة فكنت عايز أجرب نفس الإحساس اللي انتي حساه. وبيقوم يطلع شارة الاسم بتاعتها من جيبه وبيعترف لها بمشاعره، وبيتفقوا إنهم يخرجوا في يوم الأحد. ولما بيرجع البيت بيلاقي أمه بتبلغه أنا هسافر لسول كام يوم كده عشان أجيب شوية مواد من هناك. ولما بيجي يوم الأحد بيكون سيري زي العادي بتاعها طالبة من صحابها يعملوا أجواء شعرية قدام البحر عشان تعترف بمشاعرها هي كمان. بس للأسف الاعتراف بيبوظ لما بتيجي رسالة صوتية إن الست الوالدة في المستشفى، فبيقول لها أنا آسف والله بس أنا لازم أسافر دلوقتي. وأول ما بيوصل بيلاقي أمه متبهدشة على الآخر وشكلها واخدة علقة محترمة، ده غير إن أبوه واللي بالمناسبة يعني شغال دكتور في المستشفى بيكون واقف جنبها وبيقول لها أصل اتكعبلت على السلم، هو أنت يعني فاكرة لما تنتقلوا مدينة تانية مش هعرف أجيبكم؟ وبيعدي يوم في التاني وسيري بتكون قلقانة جدا عليه، فبتقرر إنها تحجز تذكرة قطر وتروح تشوف بنفسها. ولما بتوصل المستشفى بتسمعه وهو بيتكلم مع أمه وبيقول لها إن خالتي حجزت لنا تذكرة سفر عشان نهرب على أمريكا، لأننا لو رجعنا معاه البيت مش هيسيبنا في حالنا. وفجأة بقى بيفتح في العياط وبيعرفها أنا مش عايزة أسافر، أنا بس عايز أرجع لسوسو. فطبعا سوسو ما بتستحملش المنظر وبتحس إنها لازم تساعده عشان يسافر، وبتروح على أقرب تليفون عمومي وبتبعت له رسالة صوتية أنا خلاص مش عايزة أكمل معاك أكتر من كده، أنا اكتشفت مشاعري مجرد صحوبية مش أكتر. وقلبها بترجع على المستودع بتلاقيه سايب لها الكشكول اللي كانت مديهوله هدية، وأول ما بتفتحه بتلاقيه مليان بصورها وبتكتشف إنه كان عامله عشان يعترف لها بحبه. وبعد سنتين بنلاقي سيري وهي في كلية الرياضة البحرية، وأخيراً شعرها رجع كيرلي تاني. ولما بتخلص محاضرات بتروح تقابل صحابها في الكافيه. وقتها سو بتقول لها أنا زبطتلك ميعاد مدبر مع شاب حاجة كده اللهم صلي على النبي مفيش منه اتنين، لكن بيكون باين عليها إنها فقدة الشغف وما تخطتش الحب القديم لسه، بس هي بتضطر توافق من كتر الزن بتاعهم. ولما بتروح على الميعاد بتفضل سرحانة وبتحس لا أنا مش هقدر أبقى مع حد غيري يون. وبتاخد بعضها وبتروح على البحر وبتبعت رسالة للعريس معلش مش هقدر أحضر لأني تعبانة حبتين. فبتلاقيه بيرد عليها برسالة غريبة يعني مع إني شايفك قدامي كويس ومفيش حاجة، وبيرن عليها فبترد وهي متعصبة جدا هو أنت مين حضرتك يعني عشان تتكلم معايا بالعشم ده؟ وبعدين هو أنت شايفني إزاي؟ حضرتك ستوكر يعني ولا إيه؟ فبتسمع صوته وهو بيضحك على كلامها وبيقول لها بصي وراكي كده. فبتتفاجئ لما بتلاقي يون، فبتجري عليه بسرعة وبتقوله أنا أسفة والله بس أنا اضطريت أعمل كده عشان أخليك تسافر. فبيرد إني عارف كل حاجة، ويوريها إنه لما بعتت له الرسالة اللي بتنفصل فيها عنه كان في واحدة قبلها عمالة تعيط وتقوله أنت وحشتني،
وبيفهموا إن الرسالتين وصلوا مع بعض، وبيقوم مطلع برطمان مليان نجوم من الشنطة وبيقول لها: أنا كنت بعمل نجمة في كل مرة كنت بفكر فيكي، فإيه رأيك نرتبط بقى ونخلص؟ والمفاجأة بنلاقي أصحابهم اتلموا حواليهم، واللي هو ياه، أخيراً سيري عقدتها اتفكت وارتبطت، عقبالنا كلنا بقى يا سناجر. ولحد هنا تبقى خلصت أحداث فيلمنا الجامد جداً النهاردة، وسلام.